شنب القطط. هل شنب القطط مهم؟ ولو مهم، مهم في ايه؟ اهلا بيكم، معاكم الدكتور محمود درويش، وهنتكلم عن شنب القطط. اسئله كتير بتيجي عن شنب القطط وايه اهميته، وهل ينفع نقصه ولا لا. اولا لازم نكون عارفين ان شنب القطط مكون من 24 شعرايه، 12 على اليمين و12 على الشمال. ده غير بعض الشعيرات اللي موجوده على جنبين الانف، وبعض الشعيرات اللي موجوده فوق العين، او كمان موجودين خلف الاقدام الاماميه للقطط. طيب، هل الشعيرات دي مهمه؟ ولو مهمه، مهمه في ايه؟ انا اقول لكم مهمه في ايه. اول حاجه ان الشعيرات دي اللي بتخلي القط يتحرك بمنتهى السهوله، ودي لان الشعيرات دي عباره عن شعيرات حسيه وحركيه، مش شعيرات عاديه فيها مستقبلات عصبيه متصله على طول بالجهاز العصبي للقطط. تاني حاجه ان القطط لما بتحب تدخل في مكان معين بتبتدي تقيس المسافه، هل هتنفع تدخل المكان ده ولا لا، وده عن طريق الشعيرات الموجوده على جنبين الانف. تالت حاجه وده ان القط لما يحب ينط من مكان لمكان بيقدر يحسب المسافه كويس جدا عن طريق الشعيرات دي. رابع حاجة وإن القط بيمشي في الضلمة بمنتهى السهولة، وده عن طريق إن هو بيستقبل بعض الموجات عن طريق الأشياء اللي حواليه، فبالتالي بيتحرك من غير ما يصطدم بأي حاجة. خامس حاجة وإن الشعيرات اللي موجودة في الأقدام الأمامية للقطط بتساعد القطط إن هي تتسلق الأشجار. طيب، هل في أي فايدة تانية للشعيرات؟ طبعا في. زي ما الشعيرات دي مهمة جدا للقطط، هي مهمة كمان للمربي، وده عن طريق ان احنا بنقدر نحدد الحالة المزاجية للقطط. بمعنى ان القط لو الشعر بتاعه بتاع الشنب مستقيم، ده بيدل ان الحالة المزاجية مستقرة وان القط دماغه عالية. طيب لو لقينا ان الشعر بتاعه بتاع الشنب مقوس للامام، ده يدل ان هو مترقب حاجة ومركز معاها وعنده حالة من الفضول. طيب لو لقينا ان الشعر مقوس للخلف، ده بيدل ان القط حاسس بخوف وعدم راحة. طيب، هل في مشكلة في قص الشعر؟ طبعا بعد كل الكلام اللي احنا قلناه لازم يكون في مشكلة في قص شعر الشنب بتاع القطط. احنا قلنا ان هي مش مجرد شعر عادي، هي مجرد شعيرات. هي مش مجرد شعر عادي، هي شعيرات حسية وحركية بتعمل كل الفوائد اللي احنا قلناها. وبالتالي لما بنقص شنب القط بيحس بخوف وزار، بعدم راحة، بحالة سيئة جدا. ممكن يحصل له نوع من انواع الدوار، ما يقدرش ان هو يتحرك بصورة طبيعية، يصطدم بكل الاشياء اللي حواليه. وطبعا يخلينا نقول ان احنا ما ينفعش نقص شنب القطط. يا رب الفيديو يكون افادكم. هستنى ارائكم في الكومنتات، ولو اي حد عنده سؤال يقدر يكتب في الكومنتات وهرد عليكم.